صفحة 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. جاءت هذه الآية الكريمة: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، ردا على زعمهم في الصفحة الماضية لما قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فهي في الصفحة اللي فاتت بيقولوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا بيحقق المعنى بيقول له أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني كأن هم صادقين في أيمانهم. لو جبت لهم دليل على مادي محسوس على وجود ربنا سبحانه وتعالى هيؤمنوا بده، بالرغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال له الاول قول لهم الايات من عند ربنا، مش انا اللي بجيب الايات، يعني المعجزات اللي بينزل بيها ربنا سبحانه وتعالى، لست انا المتحكم فيها. فرد ربنا في الصفحه اللي معنا النهارده قال له القضيه مش في الايات، ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه. تخيل، يعني مش جبنا له ايه بقى، ده احنا نزلنا الملائكه معاك يشوفوهم بعينيهم. يعني ووصلنا الملائكه الى حد ان هم يروا الملائكه باعينهم، وصحينا الموتى. مفيش معجزات يعني ان احنا نحيي لك ويتكلموا معاهم. ويتكلموا معاهم وكلمهم الموتى. والموتى لما هيكلموهم في موطن الاعتقاد ان احنا بعثنا وحشرنا ومتنا وصحينا. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. حشرنا يعني جمعنا كل شيء، يعني كل دليل هم عايزينه جبناه قدام عينيهم، قبلا يعني في مواجهتهم في وشهم. اه وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. حشرنا يعني كل المعجزات اللي كل عايزينها قبلا. المعجزات والأدلة والآيات اللي بتدل على ربنا لو جبناها قدام عينيهم ما كانوا ليؤمنوا. فربنا هنا بيقول له إيه؟ بيقول له القضية منتهية من الأول، لأن طلبهم دون لما أقسموا بالله جهد أيمانهم. وهيورينا في اللي جاي بقى ان ده ما كانش موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه بس، ده مواقف كل المكذبين للأنبياء والمرسلين. في كل زمن بتلاقي حق وباطل، والحق أحيانا بيبقى له باطل يشبهه تماما، والباطل له حق يشبهه تماما. ودي نقطة في غاية الدقة، يعني بيبقى في باطل شبه الحق وبيبقى في حق شبه الباطل. عشان كده المعرفة الحقيقية لما يقولوا أهل التربية يقولوا فلان عارف بالله، قال لك العارف بالله مش اللي يعرف الخير من الشر، لكن يعرف فين الشر اللي يشبه الخير وفين الخير اللي يشبه الشر، علشان ما يختلطش عليه الأمر. قالوا هو العارف هو العارف بزمانه، وليس العارف الذي يميز بين الخير والشر، ولكن الذي يميز بين أي الشرين خير وأي الخيرين شر. يعني الفرق الخير والشر باين بالظبط كده، وده واضح أبيض وأسود. صح. لكن اتنين شر انهي واحد فيهم احسن؟ بالظبط، واتنين خير أنه واحد فيهم أقرب للشر. فده موطن المعرفة. عشان كده قال له ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله هنا استثناء. لو ربنا سبحانه وتعالى أراد لأحدهم بالهداية، أو وجد في قلبه استعدادا وتنازلا وتواضعا أنه يتلقى أحكام ربنا سبحانه وتعالى، هيجري في ربنا سبحانه وتعالى ماء الهداية فهيهتدي. ولكن أكثرهم يجهلون. لكن أكثرهم إيه؟ يجهلون إيه؟ المشيئة. يجهلون إنه هو المتحكم، يجهلون إنه هو اللي بينزل الآيات. هما بيطلبوا الآيات من سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فربنا بيقول له لا، مش أنت اللي بتنزل الآيات، إحنا اللي بننزل الآيات. وبعدين لو نزلنا كل الآيات دي ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هم مش عارفين عمق المشيئة وسببها ممكن يوصل فين، ومش عارفين مين يعني مواطن الهداية ممكن تتنزل إمتى وإزاي. عشان كده دايما بنقول إيه، في لمحة تأتي الصلح. يعني ممكن واحد يبقى بعيد خالص وفي لحظة ربنا يفتح له باب قرب. ممكن واحد يبقى في قمة المعصية والذنوب وفي لحظة يبقى في قمة الطاعة والهداية. فإلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا، ده بقى تسلية لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له الموضوع ده ما كانش معك لوحدك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني ربنا بيقول له ما فيش نبي ولا مرسل إلا وجعلنا له شياطين. شياطين يعني مردا. كلمة شطنة في اللغة العربية يعني بعودة.
والعرب يقولون بئر شطون، يعني بئر غويطة عميقة. والإنسان الشاطن يعني البعيد كل البعد عن منهج الله. والبعض يقول لا، أصل الشيطان من شاطة وهو احترق، ولكن العمق اللغوي البعد يعني. فشطن يعني بعد عن الايه، عن المنهج. فربنا بيقول لسيدنا النبي، كل نبي ربنا بعته قبلك يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا جعل له عدو. العدو دي لان ده نموذج الباطل اللي هيبقى قدام الحق، وده نموذج الشر اللي هيبقى قدام الخير. العدو ده بيتجسد في هيئتين، شيطان انس وشيطان جن. شيطان جن انت ما بتشوفهوش، والشيطان ابليس اصله من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب. والجن ده نوعين، في جن صالح وفي جن فاسد، وجن مؤمن وجن كافر. فشيطان الجن، الشيطان من الجن بيبقى كافر بربنا زي الشيطان من الانس، زي الشيطان من الانس. بس شيطان الانس اصعب من شيطان الجن. يعني هنشوف بقى في تفاصيل الايات اللي جايه، لانه بيقول له ايه، يوحي بعضهم الى بعض، بيتعاملوا مع بعض يعني شياطين الانس والجن. هو يقول لك ايه، طب انا اتفهم ان ممكن شيطان الجن يوحي لشيطان الانس، لكن لا اتفهم ازاي شيطان الانس يوحي لشيطان الجن. قال لك ايحاء شيطان الانس لشيطان الجن في تنفيذ الفكره باعمق واصعب مما الهمه بها شيطان الجن. يعني هو يخطط لك فكره في الشر ويقول لك انت ايه رايك ممكن تاذي فلان، فتقول لك تاذيه الاذيه مثلا مرحله واحد، تقول لي مرحله واحد، ما انا قدامي 2 و3 و4 و5، ما انا بدل ما اذيه في نفسه ما انا اذيه في بيته وفي عياله وفي شغله وفي اكل عيشه وفي. فيبدا يستلهم شيطان الجن من شيطان الانس المعاني. واحد من العرب قال الكلمه دي، قال ايه، قال كنت امرؤا من جند ابليس، يعني انا كنت زمان من جنود الشيطان، فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي، فصرت احسن امورا في الشر لم يكن يحسنها بعدي. بقيت اخطط. ولذلك العلماء واهل الله وسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك ان شيطان الانس اصعب من شيطان الجن. شيطان الجن ان كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن شيطان الانس هتشيله منين؟ هتلاقيه معك في الشغل، وهتلاقيه جارك في البيت، وهتلاقيه مشابهك كل حاجه، وبياكل وبيشرب وبيلبس وبيلبس وبيتعامل وممكن تلاقيه بقى في 100 مكان وانت بتتحرك. طب وهل ممكن برضو يبقى من الانس بيوحي للشيطان ان هو مثلا بيحضروا زي في السحر مثلا وفي الحاجات ديت، ولا دي درجه من درجات الايحاء؟ بس دي نسأل الله العافية بتقع يعني احنا دايما عندنا السحر كفر، يعني أنا اعتقادي وإن كان العلماء يتقولوا فيها، لكن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. هنا نتكلم على الكفر، وهنا بنتكلم يجوز بقى في الحتة دي وفي المرحلة دي ان هو يجوز ان نوع من مراحل الإيحاء ان يكون في تواصل بين الانس والجن كنوع من انواع التحضير والاذى والسحر وما هو في هذا الميدان. واحنا يمكن فصلنا المشهد ده في آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة، كيفية السحر وأصوله وطبيعته وكل ما يتعلق به يوحي. لكن لا يمنع أبدا أن يبقى نوع من أنواع الإيحاء أن إنس يحضر جن. ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. زخرف الباطل، غرور خداع، فهم بيزينوا لبعض الباطل، يخادعوا بعضهم البعض. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، تزيين الكلام بالباطل يعني. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. خلي بالك انك هتشوف بقى ولو شاء ديا في الايات اللي جايه كتير قوي. ليه هو بينقلك هنا؟ خلي بالك سوره الانعام مكيه، هو عمال ينقلهم من ارادتهم لارادته ومن مشيئتهم لمشيئته. هنا وفي المجيء يتكلم عن سيدنا ابراهيم قال ايه، الا ان يشاء ربي شيئا، قال ولا اخاف ما تشركون به، يعني انا مش خايف من الاصنام بتاعكم. وبعدين وقف مع أدب المشيئة قال إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علم. بالرغم إن ممكن سيدنا إبراهيم يكون عارف وعارف تفاصيل إرادة الله سبحانه وتعالى في الوجود، لكن هو مقتضى الأدب هنا أنه هيعمل إيه، إلا أن يشاء ربي شيئا.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف تفاصيل حاجات كتير، لكن مقتضى الأدب ربنا يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول له ما أعرفش، وقل رب زدني علما. أنا ما عنديش. ده مقتضى تمام الأدب، تسليم، أنا أي حاجة عارفها هنا من عندك. اعتقاد، توحيد، تسليم، أدب. عد في المعنى ده عمق الإشارة، لأنه بيربي فيك كمال التوحيد. فمهما كان الولي أو العارف بالله سبحانه وتعالى، فلازم أن يقف مع حدود إيه؟ مع حدود بشريته وحدود عبوديته وحدود علمه وحدود أدبه، علشان ما يتجاوزش في حق الله سبحانه وتعالى. وإلا كيف عوقب موسى عليه الصلاة والسلام لما قال أنا أعلم أهل الأرض؟ يعني موسى ما عوقب لما ربنا بيقول له يا نبي الله، الناس بعت له واحد كده يمسك في هدومه وهو نازل من على المنبر، قال له في حد في الأرض أعلم منك؟ قال له لا. فأوحى الله إلى موسى أن العلم أكبر من أن يحويه رجل أو أن ينفرد به سلطان. عايز تاخد الدرس روح للخضر. فراح للخضر، ما كانش راح للخضر للعلم، هو كان راح للخضر يطلب العلم. الخضر دله على الأدب. هم قال له إيه؟ قال له هل أتبعك على أن تعلمني؟ طالب العلم. صح. قال له لا، عايز تعلم الصبر، أدب. إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر. فأمنأ له من العلم للأدب. فسيدنا موسى قام رجع تاني قال له ستجدوني إن شاء الله صابرا. طول الطريق موسى ما كانش بيتعلم علم، كان بيتعلم أدب في صحبة الخضر عليه السلام. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا. يعني ما وصلوا إلى هذه المرحلة من الكفر والعياذ بالله، أو يوحوا بعضهم إلى بعض باطل الباطل وتزيينه بالخداع يعني. فذرهم وما يفترون. دعهم يا محمد وما يفترون، يعني ما يكذبون على الله. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني إيه لتصغى إليه أفئدة؟ هو الصغي يعني الإنصات، انك تسمع يعني. بيسمعوا. طب السمع مكانه فين؟ الود. طب ليه في القلب؟ هنا جاء الأفئدة. صح. ولتصغى إليه أفئدة. فؤاد يعني قلب، أفئدة جمع فؤاد. فعبر بالقلب، قال لك لأنه السمع الحسي والبصر الحسي وكل حاجة في موطن الحس لها حقيقة في القلب. البصر بصير، والسمع في الحس إصغاء في القلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والفهم العقلي اللي هو الفهم المنطقي اللي هو مقدمات ونتائج، فهم أصل له فهم مختلف عنه تماما اللي هو فهم القلوب. أم على قلوب أقفالها لهم قلوب لا يفقهون بها. حط القلب موطن الفهم. فالقلب موطن الفهم وموطن السمع وموطن البصر وموطن الإصغاء، كل ده مكانه في القلب. والقلب ده مش الجزء الصنوبري اللي هو موطن ضخ الدم في الجسم. القلب ده اللطيفة النورانية اللي ربنا أودعها كل إنسان. فهنا بتقف إجلال للمعنى ده. مين هيسمع الكلام ده؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين، لما تيجي فتن أو تيجي شبهات أو تيجي حد النهاردة مثلا شاشات كبيرة وقنوات ومؤسسات، ومش عايز أقول دول، ومش عايز أقول دول، لا ده يعني جناحي الأمة أو جناحي الأرض شرق وغرب. أقدر أقول لك إن في غرب بالكامل متوجه اتجاه معين، إنه يرمي في الإسلام شبهات بقى في سيدنا النبي، شبهات في أمهات المؤمنين، شبهات في القرآن، شبهات عشان يجند للشبهة ناس. مش هيجيب واحد مش مسلم يقول له اطلع قول الشبهة دي، هيجيب واحد مسلم كويس قوي ومنظم ولابس شيك جدا، ويفرد له مساحة إعلامية محترمة، ويشتري له هوا على حسابه، ويدي له ساعتين كل يوم، ويقول له اطلع بس سمومك بقى وأنا هدعمك من الظهر. والباحث في الأديان، المفكر الإسلامي. كلمة المفكر الإسلامي دي بترعبني. أول ما يعني إيه فهموني مفكر في الإسلام، مفكر إسلامي يعني إيه باحث في الأديان؟ معرفش الحاصل على معرفش إيه، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي صولة الأسد. والناس طبعا تتخض وتقلق
وشوية يعملوا تمكين وشوية يعملوا تكوين وشوية يعملوا تلوين وشوية يعملوا معرفش ايه، والناس متوترة وخايفة. الحقيقة انا مش قلقان خالص ولا متوتر خالص. اللي هيسمع لده قلبه مهيأ لده. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فاعرف إن القلب النظيف مهما رميت فيه مش هيؤثر. والقلب النقي الصافي، انت كل اللي عليك ايه؟ عشان كده لما الناس بتتوتر انا بقول لهم بس اعملوا اللي عليكم، يعني ربوا ولادكم كويس، مش محتاج منك، ومش محتاج بقى لا تقول لي ان انا اعلمه معرفش ايه ويدرس ايه ويدرس شبهات ويرد وعايز اعمل، ومؤسسات ومدارس ومساجد وجامعات عايزين يعملوا مرد على الشبهه. ما تردش على الشبهه، ان ده مكانها. ما هو ربنا قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هم عايزين كده، ده مكانهم، بيدوروا على ده، ودي قلوبهم ومهيئة لده، وربنا بيجري فيها ده. لكن اللي قلبه معتقد وإيمانه سليم وانضباطه، يقول لك بقى بيشكك للأطفال وبيلعب في عقول الأجيال اللي جاية. كام واحد قبل منه فرج فودة وغيره 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 وغيره، يعني أعد لك لحد سيدنا النبي عبد الله بن أبي بن سلول ومسيلمة الكذاب والمنافقين في حياة النبي، عد. ومن بعد سيدنا النبي ومن بعد، فما فيش زمن خلى من الباطل، وما فيش زمن خلى من الشر، وما فيش، لأن الحق مخلوق مع الباطل. هو كل ما في الأمر إيه؟ أن ممكن الباطل يخبو وممكن الحق يخبو. لما الباطل بيخبو الحق بيظهر، ولما الحق يخبو الباطل بيظهر. إيه الوجه هنا؟ جاء الحق زهق الباطل. زهوق الباطل محتاج الحق يظهر، الحق مش لاقي مكانه. بس فلتصغى إليه إيه؟ أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه. شوف التعبير القرآني، هم راضيين أنا والله العظيم بتخض لما أشوف التعبيرات دي، لأن بتلاقي واحد يقابلك هو راضي جدا عن اللي هو سمعه ومبسوط جدا منه عشان على هواه يعني. وأنا والله ناس في مجالس وعمر بيسمعوا قرآن ودين ومشايخ، وأول ما يسمعوا الكلام ده تلاقيهم مستمتعين بيه، ويقولوا لك الله لقينا حد بيفكر، لقينا يا ربي أعوذ بالله وصلت للمرحلة دي. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يقترفوا يعني يكتسبوا ما هم مقترفون من الإثم والذنب والتعدي على حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفغير الله أبتغي حكما؟ راحوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قالوا له بص بقى، احنا مش عارفين حد يحكم بيننا وبينك. الأول من أهلك ما وافقناش، يعني راحوا لسيدنا أبو طالب قالوا شوف محمد يعني عايز فلوس هنديله. بس قلت سيدنا أبو طالب؟ سيدنا أبو طالب. أنا بعتقد في إيمان سيدنا أبو طالب يعني ممن يعتقدون في، طبعا هي المسألة خلافية لكن أنا عندي نصوص وكتب الشيخ أحمد زين دحلان له كتاب اسمه أسنى المطالب في إيمان أبي طالب وأهل السنة كان مؤمن بس أخفى إيمانه. يعني أنا لما مثلا ابن عساكر يروي إن سيدنا أبو طالب كان سيدنا المصطفى عنده وهو صغير، خلي بالك أبو طالب رب حضرة النبي 17 سنة. فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب حضرة النبي قال هي أمي بعد أمي. ولما انتقلت صلى الله عليه وسلم وضع عليها رداءه الشريف بردته. وسيدنا جد النبي سيدنا عبد المطلب، وأنا بقول برضو سيدنا عبد المطلب وتقلبك في الساجدين لأني بعتقد في طهر ونجاة أجداده صلى الله عليه وسلم من أبيه إلى سيدنا إبراهيم. مات وهو عنده 8 سنين، أمه ماتت وهو عنده 5 سنين، قعد عند جده عبد المطلب 3 سنين بعد أمه، يعني قعد لحد 8 سنين. مات عبد المطلب من 8 سنين ل 25 سنة زواجه من ستنا خديجة. تزوج السيدة خديجة وهو عنده 25. من 8 سنين ل 25 سنة في بيت مين؟ أبو طالب. 17 سنة في بيت النبي، في بيت أبو طالب. النبي في بيت أبو طالب على طبلية أبو طالب بياكل ويشرب. أبو طالب والنبي عنده غلام. ابن عساكر بيروي بيقول إن العرب جعلهم قحط، ففي واحد فيهم قال نتوسل باللات، يعني نروح ندعي الصنم بتاع اللات. إن واحد تاني قال نتوسل بالعزة، واحد تالت قال ندعو الهبل.
فخرج رجل وجهه صبوح، يعني رجل كويس، قال: لا يكون هذا وفيكم سلالة إبراهيم ونسل إسماعيل؟ قالوا: تقصد أبا طالب؟ قالوا: أنت بتقول على أبو طالب يعني؟ قال: نعم. قالوا: فخرجوا جميعا إلى دار أبي طالب فطرقوا الباب فقالوا: استسق لنا يا نسل إبراهيم ويا سلالة إسماعيل. فخرج أبو طالب، الراوي بيقول إيه: ومعه غلام وجهه كالشمس، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذه أبو طالب، يعني أخذ سيدنا النبي، ودخل إلى صحن الكعبة وألصق ظهره بالكعبة، ظهر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر ورفع رأسه إلى السماء ونظر إلى وجه النبي وقال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفضائل. الراوي بيقول: فما انصرفوا من الكعبة إلا جاءت السحاب وغرورقوا بالماء. ده كان بينادي، دي رواية. ورواية تانية لما جم، خلي بالك بقى في الرواية دي قدام بقى خالص، لما النبي راح المدينة جه واحد من الأعراب برضو قال له: عندنا أجدبة الأرض وما عرفش إيه، فاستسقي لها لنا. فطلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فحد من الصحابة قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفضائل. فرد سيدنا النبي قال: وددت لو سمعها أبا طالب فهذه كلماته. يعني كان نفسي يسمع، دي كلماته. وبعدين لما جم يسلموه بقى، الحديث اللي معانا اللي أنا كنت سابه النهارده، أقول سيدنا أبو طالب لما جم ياخدوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: انظر في شأن ابن أخيك، إن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا أعطيناه، وإن أراد زواجا زوجناه، وإن أراد. فقال: انتظروا حتى يأتي محمد. فجاء سيدنا النبي فعرضوا عليه، قال له: اسمع من القوم يا ابن أخي. فسمع منهم، وبعدين ظن صلى الله عليه وسلم أن عمه مسلمهم إياه فبكى، قال: أو أنت يا عماه، والله لو وضعوا شمسا في يميني أو قمرا في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. فرد أبو طالب قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينة، فضل يدافع عنه يعني. فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واهنأ بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد هو خير أديان البرية دينا. كل هذه روايات يعني تملأ كتب السير فيه. فأنا عشان كده بقول إيه، فهم قالوا له يعني، فده الحكم الأول، فهم يأسوا من ده، قالوا له: طيب مش هتسمع لحكم عمك ولا هننفع، هات لنا حكم من اليهود أو من النصارى يحكم بيننا. يعني ما دام مش عارفين حد من جزيرة العرب، شوف لنا حد ينتسب إلى طائفة اليهود أو إلى طائفة النصارى. فربنا رد قال له إيه: أفغير الله أبتغي حكما؟ يعني أنا هجيب حكم يحكم بيني وبينكم غير ربنا اللي خلقني وأرسلني؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أنزل إليكم الكتاب اللي هو الإيه؟ قرآن مفصل، يعني واضح، معنى عمال يجيب لكم في أدلة. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال له: واللي هم بيطلبوهم يحكمهم، والذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود والإيه؟ والنصارى، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. يعني بالحق، يعني كل اليهود والنصارى عارفين بالأدلة الواضحة والبشارات الكاملة التي لديهم في الكتب إنك نبي وإنك رسول وإن القرآن ده منزل عليك. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يعني إيه؟ الشكين يعني. اوعى تتشكك في أمرنا. عشان كده سيدنا الرسول في الحديث قال إيه: لا أشك ولا أسأل. يعني ولا أسأل، يعني أنا مش هسأل ربنا عن تفصيل أمر في المسألة دي. يعني الأمر عندي واضح. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. تمت كلمة ربك فيما أنزل عليك من دين، وفيما أنزل عليك من كتاب، وفيما ختم بك من رسالة، وفيما علمك من تعاليم، وأيدك من أحكام. وده تأييده في سورة المائدة: اليوم أتممت لكم
دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فتمت كلمة ربك، يعني القرآن العظيم تام كامل شامل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. يعني ايه لا مبدل؟ يعني مش هيتغير يعني؟ ما فيش تغيير، يعني لا في تغيير ولا في تحريف، ولا ينفع حد يغير أو يحرف فيه، على خلاف الكتب السماوية الأخرى. وهو السميع العليم، وهو السميع لكلامهم معك في هذا الأمر، العليم بنياتهم وهم يطلبون منك ذلك. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. طبعا دي من جملة الآيات اللي كانت بتقولوا فيها العلماء، يعني ما ذكرت القلة إلا قرنت بالخير، وما ذكرت الكثرة إلا قرنت بالشر. فعشان كده دايما احنا ما بنفرحش بالأعداد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان بادئ دعوته ب5، الدعوة المحمدية قامت على 5، وال5 دول كانت أحوالهم مختلفة جدا. بلال العبد، وخديجة المرأة، وعلي الصبي، وأبو بكر الوحيد الحر، وعلى رأسهم سيدنا الرسول. ال5 دول بالصدق غيروا وجه التاريخ ووجه الحضارة. عشان كده أزمة الأمم في آخر الزمن مش في أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لهم لا، أنتم مش هتبقوا قليلين، أنتم هتبقوا كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، رغاوي ملكوش. عشان كده النهاردة يقول ليس من أهل التربية يقولوا واعلم يا ولدي أنه ليس من منهجنا حشد الجماهير، وإنما منهجنا تخريج القادة وتربية الرواد. ودي الأزمة اللي الأمة بتاعي يقول لك ده فلان ده بيتبعه كم مليون، وبيشوفوا كم واحد، وبيسمعوا كم واحد، ومسجل عنده كم مريض ورده بدب عدد. الموضوع مش موضوع أعداد، لا لا لا، موضوع منهجية وصدق وانتباع وانضباط والتزام. يعني فأنت لو عندك مثلا 10,000 وعندك 100، ممكن 100 يعدوا 10,000، بل بالعكس لو عندك 100,000 ملهمش وزن وقيمة، وعندك 100 منهجيين. احنا النهاردة أزمتنا في ايه؟ لما بنيجي نعمل، يعني مش عايز اخش في تفاصيل العمل الدعوي شوية في مصر، لكن انت عندك أزمة حقيقية في تخريج القادة وتربية الرواد. انت عندك أعداد في كل حاجة، عندك أعداد في المشايخ، وأعداد في الوعاظ، وأعداد في العلماء، وأعداد في الأساتذة، وأعداد. بس خش جوه غربل بقى، طلع لي المنهجية في كم واحد، كم واحد فعلا عالم. طلع لي 100 بس، 100 طلع لي 100. ايوه، وفرد 100 دول يعني يملوا الدنيا لو اشتغلوا صح. فهنا عشان كده قال ايه؟ وان تطع. عشان كده الكثره بقى هتلاقيها في القران كده، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وان كان اكثرهم لكافرين. هتجد كل، والقله هتلاقيها برضو مقرونه بالايه؟ بالخير. قليل من عبادي الشكور وقليل ما هم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما آمن معه إلا قليل. هتلاقي القلة دايما جايب فيها الخير يعني. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الإيه؟ الظن وهم وتشكك، وإنهم إلا يخرصون، يعني يكذبون على الله ورسوله. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك يعني ربنا سبحانه وتعالى عارف اللي بينحرف عن منهجه وعن طريقه المستقيم، ومن هو من المهتدين اللي واخد منهج ربنا سبحانه وتعالى. لأن الآيات بتتكلم عن الشبهات، فقال له الناس دول نصين، نص بيستقبل الشبهات فده بيضل عن سبيل الله وينحرف عنه، وهو أعلم بالمهتدين اللي هو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هتفصل لنا بقى، بدأ يخش في محور تاني من محاور القرآن العظيم. ربنا اتكلم عنها قبل كده في سورة المائدة، لكن هنتكلم هنا إن هم كانوا بيقولوا إن إحنا ناكل من أي حاجة. يعني قالوا إن كلوا مما ذكر اسم الله عليه، قالوا إن طيب يعني ذكر اسم الله عليه في ساعة الذبح،
يعني يقولوا احنا ساعة ما بنيجي نذبح أيوة. ناكل منه. طبعا فيها تفصيل فقهي كتير طويل، اختصره في 3 أقوال. قالوا مما ذكر اسم الله عليه اللي هو انه وانت بتذبح تقول بسم الله والله اكبر. طيب نسيت تقول بسم الله والله اكبر وانت مسلم، ده الرأي الثاني. قالوا لو نسيت ما فيهاش حاجة. الرأي الثالث قالوا ايه؟ هو تعمد، هو مسلم وتعمد ما يقولش بسم الله والله اكبر، فده ما تاكلش منه. ده ما ذكرش لانه متعمد ما يذكرش اسم الله عليه. أيوة. وطبعا عندنا الايات الواضحه في سوره المائده حرمت عليكم الميتة والدم، هيفصل الايات في اللي جاي. أيوة. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم مؤمنين، يعني مما ذكر اسم الله اصلا، وان نسي فلا حرج على الايه أيوة. عليك ما دام مسلم. قالوا ليه؟ قالوا لان المسلم اصلا هو اسم من اسماء الله، اسم من اسماء، بيصلي ويصوم ويزكي ويحج وبيعبد ربنا، فمش هيروح يذبح للصنم ولا للات ولا للعزى يعني. أيوة. وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، والله أعلى وأعلم بمراده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.